أداء فني مميز ظهر به فريق الأهلي المصري أمام نظيره الاتحاد في الفوز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023. ويعتبر محلل الأداء في الأهلي المصري هو السر في قدرة الأحمر على تحقيق الفوز أمام الاتحاد لنقاط عديدة، وهي استغلال نقطة ضعف الاتحاد في مركز الجناح والعمل على بداية الهجمة من الظهيرين لخلق مساحات أكبر على الأطراف، القدرة على استخراج بعض نقاط الضعف لخط وسط الاتحاد المكون من فابينيو وفيصل الغاميدي وكانتي من أجل الفوز بمعركة الوسط والتحكم في إيقاع اللعب، الاستفادة من عدم إجادة رومارينهو وكورنادو اللاعب في مركز الجناح بنسبة 100% لإجبارهم على الدخول في العمق، وغلق أي فرصة لقيام الاتحاد بعرضية ناجحة مما يقلل خطورة كريم بنزيما وفرص تسجيله إلى النصف. والدليل على ذلك أن كريم بنزيما تواجد أغلب المباراة خارج منطقة 18، وعندما اقترب من المرمى وتوفرت العرضية سجل الاتحاد هدفه الوحيد. القدرة على التركيز على نقطة معاناة الاتحاد من إصابات خط الدفاع وعدم تواجد لويس فيليبي، والتركيز على الاختراق من ناحية حسن كادش الذي تسبب في ركلة جزاء على العميد كلفته الهدف الأول.